سامعين ومداخلاتهم. اول مداخله نقول الو. الو. صباح الخير يا فندم، مين معايا؟ الحاج حسن. اتفضل يا حاج حسن. والله يا كابتن جاد احنا بنستفيد منك كتير قوي. ربنا يخليك يا حاج حسن، انا بستمتع بمداخلاتك يا حاج حسن معانا. وطبعا انا بتمنى الفوز، واي مصري بيتمنى الفوز للاهلي. هو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي. الزمالك لما يوصل للنهائي نتمنى الفوز للزمالك. بيراميدز فيوتشر اللي يوصل للنهائي، اي فريق مصري يبقى في النهائي كلنا معاه. حقيقه ده في الاخر اسم مصر. الله ينور عليك. بس اللي انا بطلبه بقى من حضرتك ان احنا عندنا خبراء في التحكيم كتير قوي. تمام. بدل ما نصرف المليون دولار على الراجل اللي احنا جايبينه ده احنا نعلم قد مرتين ثلاثه. عندنا ناس علماء وخبراء حلوين قوي. دي حقيقه. الحاجه الثانيه اللي انت بتتكلم عنه الاستاذ فوزي اللي هو بتاع المغرب، فوزي لقشع. تمام. معلش مع احترامي، احنا عندنا كوادر جامده قوي ومعلش برضه في اللفظ ومعاها مليارات مش ملايين. تمام. يخشوا كده وبين الكابتن هنا ابو ريده القدوه بتاعنا في الوقت. تمام. تمام. شكرا يا حاج حسن. تليفون تاني معانا. اتفضل. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن جهاد؟ الله يبارك في حضرتك. مين معايا؟ حضرتك مع حضرتك الشيخ محمد عبد الموجود متولي من كفر الشرق وده كهليه. الشيخ محمد من كفر الشراوه، ده بلدياتي. طبعا. طبعا. قريبتنا، ربنا يبارك فيك يا كابتن. الله يبارك فيك. يا ترى الشيخ محمد معاك؟ انا راجل كفيف، ولكن يعني انا بحب حضرتك جدا وحبيت اكلم حضرتك واتمنى التوفيق لحضرتك ان شاء الله دايما يا رب. ربنا يخليك يا شيخ محمد، ما تحرمش من ذوقك. اولا لنبذ التعصب والحاجات دي يا فندم. احنا ماشيين الاهلي دلوقتي بكره هيمثل مصر حقيقه. احنا زملكاويه اهلاويه اي شيء، بس نتمنى التوفيق لمنتخب لنادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. طبعا. وارجو بس من كابتن فريرة رئيس لجنه التحكيم يعني يشوف هو جاي يصلح يا فندم ولا جاي يعمل ايه. نتمنى دايما، والكوادر اللي زي حضرتك واللي زي الخبراء التحكيميين يخشوا معاه برضه لو في مساعدات ولا في اي حاجه. نتمنى يا شيخ محمد، نتمنى. احنا لا نمهل من خبرتك بسم الله ما شاء الله. حضرتك حكمت كاس عالم وكده، ربنا يوفقك ويديك الصحه يا كابتن. ربنا يخليك يا شيخ محمد، ما تحرمش من ذوق حضرتك. الو، مداخل اللي معانا تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن جهاد؟ الله يبارك في حضرتك. بقول لك مين معايا يا فندم الاول؟ مستر حسين معاك. مستر حسين. بقول لك ايه يا جهاد؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. بقول لك الحكام هنا لما بيغلطوا، يعني انا شايف التحكيم بقى اسوأ واسوأ كل سنه اخر 6-7 سنوات. بيبقى فيه عقاب ليهم من اللي بيحللوهم، يعني بيقيموهم. تمام. عشان في اخطاء كتير قوي وبتحصل في كل مباراه. تمام. وبعدين في اخطاء لا تغتفر زي بتاع نادي قمر الدوله مثلا وحاجات كده، يعني بيبقى في يعني تقييم وفي عقاب وكده. هقول لك يا مستر حسن، هقول لك حاضر. مستر حسين، بص مستر حسين، هي بجاوب مستر حسين الاول لما اخد التليفون اللي جاي. هو طبعا الطبيعي يبقى فيه ثواب وعقاب. الحكم اللي يجيد يستمر، والحكم اللي بيخطئ بيتعاقب. وبيتعاقب. العقاب لا يعلن، ولكن هو لا هو عشان نحافظ على الحكم. اللي بيحصل انت ما بتشوفوش في الدوري الممتاز فتره، بينزل القسم الادنى بيدنه بيحافظ على لياقته البدنيه ولياقه المباريات، وبعد كده بيرجع الدوري الممتاز. ده الطبيعي بيحصل. ممكن بعد ما اخلص بس على الهواء تقول لي ايه الاسباب ان التحكيم بقى اسوء في اخر كده؟ حاضر هتكلم في ده. حاضر. عشان عندي فكره طبعا، بس قول لي انت برضه. حاضر. شكرا جزيلا. التليفون اللي بعد كده نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا كابتن جهاد بالتوفيق وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. مين معايا؟ انا ادري. استاذ ادري، اتفضل يا فندم. بص يا فندم، ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله ويرجع مجبور الخاطر باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله. يرشد الجماهير المصريه باذن الله. ان شاء الله. 3 حاجات عايز اقول لحضرتك عليهم واخد راي حضرتك فيه. اتفضل. نفسي يجيبوا الكابتن حسن شحاته مستشار فني للكره المصريه. ماشي. المنتخبات والناشئين وكل مراحل الكره المصريه. تمام. تاني حاجه، النادي الاهلي يجيب الكابتن مانويل خوزيه مستشار فني لتطوير الكره المصريه. طيب. تالت حاجه. التالت حاجه بقى، الكابتن جمال الغندور رئيس لجنه الحكام المصريه بصفته. تمام. راجل لعب كاس عالم وراجل خبره وراجل يقدر يدير منظومه التحكيم في مصر. تمام يا كابتن. الحاجه الثانيه، الكابتن حسن شحاته راجل دايما
دايما بيلعب على البطوله وعلى المكسب. ماشي يا استاذ عادل، انت كده الكرة المصرية. كده وحضرتك قلت 3 نقط بتاعتك عشان بس ناخد المستمعين تانيين معانا. ماشي. ماشي يا فندم، ماشي. شكرا جزيلا يا فندم. نقول الو. نقول الو. اتفضل يا فندم. صباح الفل يا كابتن جاهز. صباح الخير يا فندم، مين معايا؟ مليجي حالكم مع حضرتك. مليجي صديق البرنامج. صباح الفل يا ابو كريم. صباح الخير يا استاذ مليجي، اتفضل يا فندم. هتكلم في نقطتين بس سريعا يا استاذ مليجي عشان في ناس عايزه تخش برضه معاك. اتفضل اتفضل اتفضل. هل الحكام اللي بيخطئوا في الماتشات كان حكم كبير او حكم صغير العقوبات بتكون متساويه بين الجميع؟ دي اول نقطه. ماشي، هقول لك انا على فكره، هقول لك هجاوب بمنتهى الصراحه، هقول لك دي واحد. النقطه الثانيه الساده المحللين من الحكام المحترمين اللي بيحللوا لنا المباريات، انا بقول لهم الكابتن عصام عبد الفتاح اتكلم وقال ان 90% من حضراتكم ما بتعرفوش حاجه عن قانون التحكيم. طيب، ما راي حضرتك يا ابو كباتن؟ هرد عليك يعني رد على الاستاذ مليجي. العقاب طبعا ما فيش حكم كبير وحكم صغير، الطبيعي الحكم الكبير لما يخطئ يتعاقب، الحكم الصغير لما يخطئ يتعاقب، ما فيش فرق في الاخر، المستوى هو الاساس. كابتن عصام عبد الفتاح تصريحه هو مسؤول عنه بصفه شخصيه، له حريه اللي يقول اللي هو عايزه، لكن كل المحللين وكل الخبراء في مصر لهم كل تقدير وكل احترام. التحكيم المصري يا جماعه هضبه كبيره بتحمل كل عناصر الخبرات اللي موجوده. التحكيم المصري مش مقتصر على شخص ولا شخصين، التحكيم المصري بيضم خبرات كبيره وكلهم لهم كل تقدير وكل احترام، وكلهم لازم التحكيم المصري يستفيد منهم، لكن التقليل من الناس طبعا كلام مش منطقي. ناخد التليفون اللي معانا تاني، نقول الو. وعليكم السلام. معاك محمد من شمال سين. استاذ محمد، ازي حضرتك؟ الله يخليك. الحكم الوحيد في العالم اللي ما خدش حقه دوليا هو الكابتن جهاد جريش. لا والله فضل ونعم ربنا، الحمد لله خدت نصيبي وزياده الحمد لله. اقسم بالله انا من البدو ومش متعلم ولا اي حاجه، بس اقسم بالله بقول الكلام ده انا واصحابه وكل الناس اللي حوالينا بتقول هذا الكلام. ربنا يخليك يا استاذ محمد. والله بص، هو فضل ونعم ربنا، يعني اللي وصلت له الحمد لله. بشكر في ربنا واحمده على اللي حصل، لكن في الاخر كل واحد بياخد نصيبه. وانا بحبك في الله اقسم بالله. يا سيدي اشكرك وبحبك في الله انا الاخر، وما تحرمش من ذو حضرتك ومن اهل سينا. بالنسبه لماتش الاهلي، هل في خوف من الحكم اللي هو بملك السيما؟ هقول لك يا استاذ محمد، بملك السيما من الحكام النزيهه اللي تثق في نزاهتهم، اتمنى له التوفيق، لان في الاخر الحكم في المباراه وارد يخطئ، ولو اخطا هننتقده، لكن تاكد ان هو نازل عشان ينجح، وتاكد ان هو عايز في دماغه يكمل كراجل محترف في الاتحاد الافريقي، ويكمل يروح كاس العالم 2026، فتاكد ان هو هيبقى حريص على الماتش اكتر من الاهلي واكتر من الوداد. على فكره عشان انا بحبك في الله، انا لمحتك في الشرقيه من 3-4 سنين وعرفتك. تمام. في منشئه ابو عمر بالتحديد. ماشي يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. ناخد المداخله اللي بعد كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاستاذ الكبير الاستاذ جهاد، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم. مين معايا يا فندم؟ معاك ماهر صالح من المنوفيه. استاذ ماهر، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، وخير الكلام ما قل ودل عشان زمايلي يتكلموا بعد. اتفضل. الله، اولا قاضي الملاعب ده هو زي قاضي المنصه اللي قاعد على المنصه. صحيح. حد ممكن يعترض عليه او يشوع عليه؟ لا. بيديله حكم على طول شهر سجن، يلا خش. تمام. فانا بقول هذا الحكم الذي يحكم في جزء من الثانيه وعليه ضغوط كتيره جدا جدا، اي لاعب يشوح له، اي مدير كره يشوح له، اي حاجه عليه على طول فيه خصم لهذا اللاعب، وفي ايضا عقاب رهيب لهذا اللاعب. بتشوف الدوري السعودي المحترم والدوريات الكبيره الانجليزيه، تمام، ما بنشوفش حاجات زينا. احنا دلوقتي اي لاعب يروح يشوح وايه كمان مسلط الجمهور، والجمهور يشتم الحكم بألفاظ وسخة. احنا عايزين الحكم ده كقاضي المنظم. ماشي يا استاذ محمد، ماشي يا استاذ ماهر. نحترم آراءه لأن آراءه كل. هرد عليك يا استاذ ماهر. بص شكرا يا استاذ ماهر. ماشي يا استاذ ماهر. هو الطبيعي ان الحكم ما فيش حد يعترض عليه او يشوف عليه، لكن في برضه في جزء من الموضوع دوت على الحكم وشخصيته، ازاي يقدر يطوع الماتش واللعيبه والجهاز الفني لشخصيته والاداء في الملعب. لكن اللي يخرج عن النص طبعا مطلوب من لجنه المسابقات واتحاد الكوره العقاب ثم العقاب ثم العقاب، عشان في الاخر المنظومه يبقى الحكم بيقوم بدوره ولجنه المسابقات تقوم بدورها، وبالتالي المسابقه تنجح في كل اتجاه. ناخد التليفون اللي معانا تاني. الو. وعليكم السلام. اهلا بيك. مين معايا؟ معاك سعيد. والله انت راجل محترم وبنحبك والله. يا ربنا يخليك. مين يا فندم؟ سعيد؟ معاك سعيد. ايوه.
يا ازيك يا سعيد، اتفضل. الله يبارك فيك. بالنسبه للتحكيم المصري احنا عاوزين نسلم التحكيم المصري، وعاوزين اي حاجه بالنسبه لاتحاد الكوره يحط اي حد يتكلم عن التحكيم المصري. احنا المفروض نساعد، هو راجل اي حكم بيغلط زي لاعب الكوره بيغلط. صحيح، عندك حق، تمام. عندك حق. احنا عاوزين اي حاجه. كان المدرب بتاع ليفربول قال اتكلم، قال مش عارف الحكم غير عادي، قعد معاه حقه معاه راجل يعني ما انت حاجه. محدش يقدر في الاتحاد في انجلترا يجي يمة الحكم. صح، دي المفروض، دي احنا عندنا المفروض في مصر نعمل كده. المفروض الحكم زي اللاعب بالظبط. لا، الحكم زي القاضي، ما تقربش منه. وارد ان هو كابتن جهاز في اي ماتش ممكن يغلط. صحيح، صحيح يا سعيد. كلامك يحترم يا سعيد، شكرا جزيلا ليك. وخد سؤال تاني. اتفضل. بالنسبه للتسلل او خط الفار، بالنسبه للخط الفار، اه، هل الفار بيعمل الخط؟ هل ممكن الفار يغلط مثلا والخط يبقى هرد عليك. بص يا استاذ سعيد، موضوع الفار، الخطوط التسلل ده عامل بشري، بيحط لحظه لمس الكره، ممكن يخطئ في لحظه لمس الكره اخر زميل، وبعد كده بيحط النقط على اخر جزء من المدافع واخر جزء من المهاجم. وارد يخطئ في وضع الخطوط او يخطئ في تحديد لحظه اللمس الاخيره او الاولى لزميل المهاجم، وبالتالي ده خطا بشري ممكن يحصل زي ما بنقول في التحليل بتاعنا. يعني المداخله اللي بعد كده نقول الو. الو، ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معايا يا فندم؟ ازيك يا استاذ جلال؟ الله يبارك في حضرتك. محمد مع حضرتك. استاذ محمد، اتفضل يا فندم. بعدين حضرتك انا ليا تعقيب على كلام حضرتك في الاسبوع اللي فات طبعا. لا يا فندم، عقب براحتك. انت طبعا شكرت الحكم اللي هو الليبي اللي حكم الماتش ده. انا ما شكرتش، انا قلت الاخطاء اللي وقع فيها الحكم الليبي اخطاء تحكيميه غير مؤثره، لكن في اخطاء، وقلت الحكم مهزوز، وقلت قبل الماتش قلت حكم صاعد واعد، قلت حكم ممتاز وكده. ايوه، لا على اداؤه اللي فات. بعدين حضرتك لا اتفضل. لما هو ما رجعش لعبه حسين الشحات اللي هي في الدقيقه 8 جت للفار. لا رجع. بص حضرتك عشان بس تبقى حضرتك فاهم اللي بيحصل. انا بقول في برنامجنا عشان الناس تبقى فاهمه اللي بيحصل. اي لقطه تحكيميه بتحصل لازم في مراجعه عليها من الفار. الحكم الفار لما يتفق مع قرار الحكم بيتدخل معاه على فكره في السماعات، بيكلمه. مفيش حاجه بتعدي كده، يعني مفيش حاجه في الماتش بتعدي بدون تقنيه الفار ما تتدخل فيها. لازم تاكد له قرارك صح واستمر اللعب، او استنى قرار خطا تعالى شوف اللعب. فلازم. اتفضل. بعدين حضرتك ليه ما رجعش هو اللقطه بتاعت حسين الشحات زي ما رجعت اللقطه اللي كان في اختلاف عليها؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، انا بفهم حضرتك اهو. بس بالراحه. هو لو اللقطه فيها غلط زي ركله جزاء الاهلي هيقول له تعالى انت غلطان وركله جزاء غير صحيحه تعالى شوفها. طب لقطه حسين الشحات لا مفيش فيها ركله جزاء، انت قرارك صح ومفيش ركله جزاء، استمر اللعب. هو ده كان بيبرد، وبالتالي ما بيخرجش الا ما يبقى غلطان من وجهه نظر حكم الفار اللي بره. طب الحكم بتاع بكره ان شاء الله اتمنى له التوفيق، وان شاء الله يقدم مباراه كويسه واللي انت عايزه يكسب في الاخر. ماشي. لا طبعا، هو في الاخر الاهلي بيمثل مصر، مفيش الاهلي بيمثل مصر. على اللعبه نفسها. لا ان شاء الله هيعمل ماتش كويس، اتمنى له التوفيق، ولو اخطا هننتقده، مش هنسكت يعني. شكرا جزيلا. نقول الو التليفون اللي جاي معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا كابتن جلال؟ الله يبارك في حضرتك، مين معايا؟ منصور دايما معاك يا استاذ جلال. استاذ منصور، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن، ربنا يفتح عليك. اولا يا كابتن انا عايز اشكر بقى، يعني اقدم لك الشكر بصراحه لو خدت حق في دوليه الامانه يعني. خير يا حبيبي، الحمد لله. دي نقطه وخصوصا انت ما كان في الوقت بتاعكم ما كانش فيه فار، يعني الفار يجي في الاخر يعني. لا لحقت الفار بس في الاخر، انا خدت الرخصه من في الاخر. تمام، اتفضل. اتفضل. فانا عايز في 3-4 حكام مصريين كده انا عايز اشكرهم بصراحه يعني. اتفضل. قول. رغم ان لجنه التحكيم بتديلهم فوق طاقتهم يعني شويه. قول لي مين، قول بس اسامي، قول عشان نشكرهم. انا اولا بحب الكابتن محمود البنا. تمام. محمد عادل 2. محمد عادل، ها تمام. محمد عادل 2. وثالث واحد بقى اللي انا بحبه صراحه، بس يعني ياخد استاذ منصور، قول اسامي يا استاذ منصور عشان اللي بعدك. امين عمر، مين كمان؟ انت قلت 4، دول 3. انا قلت 4. الرابع بقى محمد معروف اللي انا عايزه يظبط نفسه، خصوصا ان هو بلدياتي يعني. لا محمد معروف في كاس العالم وماشي كويس، وهبارك له على اللي بيحصل في كاس العالم دلوقتي. محمد معروف بلدياتي، خلي بالك انا مش قال سينا يعني. كاس العالم للشباب، تمام ماشي. هو بلدياتي الكابتن معروف. من سينا، انت من سينا، ماشي خلاص، ماشي شكرا جزيلا. طبعا محمد معروف لازم يبارك له قبل نهائي كاس العالم شباب، هو رابع في كاس العالم الشباب، بهنيه في كاس العالم في قبل النهائي، وكمل ممثل التحكيم الافريقي في كاس العالم للشباب. ولازم برضو ابعد بتهنئه لطاقم حكام الفار المصري اللي لعب في نهائي الكونفدراليه مباراه اتحاد العاصمه ويانج افريكانز، محمود عاشور، محمد عادل، محمود ابو الرجال.
ولازم اهني الثلاثي المصري لكرة الصالات بالمشاركة في البطولة العربية للصالات، محمد حسن، طارق سامي وعاطف حسين، اجتازوا اختبارات اللياقة ولعبوا مباراة افتتاح في البطولة العربية للصالات. لازم برضو اهني 2 من حكامنا اللي تم اختيارهم في كاس العالم، في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه المؤهله للاولمبياد فرنسا 2024. محمود ناجي وسامي هلهل تم اختيارهم للتحكيم في البطوله دي، اتمنى لهم التوفيق. محمد معروف زي ما قلت بهنيه ان هو رابع في قبل النهائي، كنت اتمنى يلعب ثالث ورابع او اتمنى يلعب النهائي، لكن وصول الكيان الصهيوني اسرائيل لقبل النهائي منع ان محمد معروف يشارك في ثالث ورابع، كان يستحق على الاقل ثالث ورابع في البطوله ديت، لكن هو رابع، لعب رابع في قبل النهائي، ووصول للمباراه النهائيه كان حاجه لاخر البطوله، ده حاجه مميزه لحكم مصري كمل البطوله في كاس العالم للشباب. دي كانت النهارده فقراتنا في برنامجكم التحكيم مع جريشة. اتكلمنا على مدار ساعه فاتت في كل ما يخص التحكيم في الاسبوع اللي فات. ان شاء الله في نفس الموعد قبل الموعد ده بساعه نلتقيكم ان شاء الله على اذاعتكم اذاعه الشباب والرياضه الاسبوع القادم في كلام كتير وكلام كبير في التحكيم. هستناكم دايما في اذاعه الشباب والرياضه والتحكيم مع جريشة. شكرا لكم، سلام عليكم.